السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزمت أهل زوجي عندي وعملت أكل كتير، عملت بشاميل ومحاشي وجلاش ولحمة وفراخ، عملت من الآخر سفرة شر. وأنا مش بجبي عليهم ومقصدش حاجة، ده كله من خير أخوهم وابنهم، بس أنا برضو عملت وتعبت، وكفاية وقفة المطبخ في الحر ده. من غير ما أقصد سمعتهم بيتكلموا عليا وبيضحكوا، بيقولوا إن الأكل اللي أنا عملته مش حلو، واللي يقول ده ناقص ملح، واللي يقول البشاميل اللي كان هيتحرق منها، وانا ما كنتش واقفه مخصوص يعني. انا سمعتهم بالصدفه وانا بعمل لهم شاي وبحط الحلويات في المطبخ. الاوضه كانت جنب المطبخ، فصعبت عليا نفسي فطلعت الشاي بس وسبت الحلويات. فانا دخلت الاوضه وقعدت اعيط. زوجي دخل ورايا قال لي مالك بتعيطي ليه؟ حلف عليا بالطلاق لو مش قلت هبقى طالق. فقلت له اللي سمعته. قام جري راح دخلهم وزعقلهم جامد قوي وقال لهم انا غلطان اني عزمتكم، وخسارة فيكم وقفة مراتي في المطبخ. طيب اجبروا بخاطرها، دي واقفة بقالها يومين بتعمل فيه. انا حاسة ان ضميري بيأنبني ومش عارفة اصلح ما بينهم ازاي. هما ماشيين قالولي قريب هنخليه يطلقك ويتجوز ستك، ومن ساعتها زوجي مش بيروح لأهلي ولا انا كمان. ما تنسوش تقولوا رأيكم ايه في المشكلة دي في التعليقات، وتعملوا لايك واشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ودمتم سالمين.